بحيرة طبرية بتجف، المنسوب بتاعها نزل ل 212 متر تحت سطح البحر، ده معناه ان فاضل متر واحد بس وتحصل الكارثة، ولو وصلت لل 213 متر احنا دخلنا رسميا في كارثة بيئية. المنسوب بيقل 7 سنتيمتر في الاسبوع، ولو استمر كده مع نهاية الصيف ممكن توصل لل 214، وده اخطر مستوى تحت البحيرة. والسبب في ده مش بس تغيير مناخي، بيبقى قلة امطار وتبخر عالي بسبب الحرارة واستهلاك مفرط للمياه، غير جفاف نهر الاردن اللي بيغذي البحيرة. الملفت للنظر ان بحيرة طبرية وراها دلالة دينية خطيرة. ورد في حديث صحيح رواه مسلم ان المسيح الدجال لما استفسر عن بعض العلامات اللي بتوحي بظهوره، اول حاجة سأل عنها بحيرة طبرية. في حد جاوبه وقال له انها مليئة بالماء، ورد المسيح الدجال وقال يوشك مأواها ان يذهب. وهنا في فرق بين يوشك ويذهب، الاولى بتشير لانخفاض حاد في منسوب المية، والتانية معناها ان البحيرة بقت فاضية تماما من المية، وده اللي هيحصل على ايد يأجوج ومأجوج. يعني باختصار احنا دلوقتي عايشين اللحظة اللي كان بيتكلم عنها الحديث من 1400 سنة. هل فعلا دي نهاية العلامات الصغرى وبداية علامات الساعة الكبرى؟ هستنى آرائكم في التعليقات، وما تنساش اللايك والشير، ده بيفرق جدا معانا، وتعمل متابعة علشان تتابع مني كل جديد. سلام.